السلام عليكم. من شهر كده كنت قاعد مع واحد فبيكلمني عن النجاحات اللي عملتها مؤخرا، وبيقول لي يا عم زويل التاني ونوبل ومحدش عارف يكلمك تاني. حسيت من كلامه كده بنبرة استهزاء. فما كلمتوش ولا جدلته. عارفين كده في سورة يوسف لما ربنا بيقول فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قلت ممكن ما يقصدش، تمام، لكن بيني وبينكم الكلمة وجعتني. تمام، عارفين كده لما تيجي الظروف تبقى كلها ضدك، والحياة ضدك والظروف ضدك، وحلمك بيتبخر من قدامك، ويجي واحد يقول لك كلمة بقصد أو عن غير قصد ففعلا بتوجع. تمام. أنا طبعا قلت لا خلاص، أنا مش هجادله ولا هكلمه في الموضوع، ممكن يكون فعلا ما يقصدش يعني. ومشيت على كلام عنتر بن شداد، لو فاكرين بيت الشعر اللي بيقول لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. فقلت لا يا ابو حميد، امسك في حلمك وخليك ماسك نفسك يعني. فسبحان الله، في حالتي انا اللي بكلمكم فيها دي في نفس الشهر يحصل ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، في نفس الشهر تبعت لي مجلة الشباب رسالة، بيقولوا لي انه كان في عندهم باب ثابت لمدة 10 سنين، اسمه العلم في كبسولة، كان ماسكه الدكتور أحمد زويل. تمام، هو المشرف عليه يعني أو اللي بيكتبه. وبعد ما توفى الدكتور زويل الباب ده اتقفل، فمحدش بيكتب فيه حاليا. فعرضوا علي إن أنا أمسك الباب ده وأشرف عليه يعني، وقالوا لي لك ما تشاء، اكتب فيه ما تشاء يعني. فشفت الكلام ده عيني دمعت، لأنه الرابط دلوقتي هو في رابط مباشر ما بيني وما بين الدكتور زويل. اي نعم هو في تبسيط العلوم، لكن اهو اسمي واسم الدكتور زويل تقارنوا مع بعض في نفس الشهر. فسبحان الله، ممكن ربنا يكون في وقت من الاوقات جاي عشان يبعت لك رسالة كمل اتشعبط في حلمك. وكتبنا المقال بتاعنا، اول مقال اشرف عليه اسمه في العلم في كبسولة، وحينزل ان شاء الله. هو المفروض نزل النهارده في مجلة الشباب يعني. فالفكرة يا شباب، اللي هيسمع الفيديو بتاعي ده، احنا كلنا اسباب في الدنيا. تمام، ممكن اكون انا طالع وفاتح الكاميرا عشان اعمل رسالة توصل لك انت او انتي. امسك في حلمك وتشعبط فيه. لو في حد في حياتك بيحبطك او بيحاول يقلل من قيمتك، ابعد عنه خالص، سيبك منه وامسك في حلمك وتشعبط فيه. انا بقول لك الكلمتين دول عشان تحطهم في دماغك كويس جدا. السلام عليكم.